أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد كل صلاة؟ السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. إذا سلم السنة يرفع الصوت بالذكر، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة. ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ويزيد في الفجر والمغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد الذكر هذا في المغرب وفي الفجر خاصة. الذكر هذا يتابع في كل وقت، ولكن يزيد في الفجر وفي المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كلها مرفوعة برفع الصوت، كلها رفع الصوت معتدل، لا ما هو رفع شديد، رفع الصوت معتدل، اللي يسمعه من حوله، يسمعه من حول باب المسجد يسمعونهم. يقول ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس